الإجابة على استفسارات ومظاهر مقلقة جدا. أول نقطة هو لماذا لا يتم تعمير سيناء؟ من حوالي سنة متهيألي بعد كرم الأواديس طلع أو باين العريش 2 طلع السيد رئيس الجمهورية وقال إنه بيضم قيادة مشتركة لسيناء، وده شيء طبعا عظيم، يبقى كل الأجهزة تحت جهاز واحد أو قيادة واحدة، وإنه خصص 10 مليار جنيه لتنمية سيناء. أين هذا؟ فين الكلام ده؟ بالعكس، أنا آخر مرة كنت في شمال سيناء شفت قضبان السكة الحديد اللي ممكن توصل أهل الوادي والدلتا لسيناء للاستثمار والإعاشة وزيادة الرقعة السكانية لمصر، شايلين قضبان السكة الحديد. الترعة بعناية دي شفتها فاضية عبارة عن تبطين خرسانة. فأنا سألت، قالوا المية كانت موجودة وفي مستثمرين وفلاحين جم من الدلتا والوادي وزرعوا بالفعل وطلعوا إنتاج وبدأوا يعيشوا هناك واشتروا وضع يد وحطوا فلوس دفع مقدمة لوزارة الري لشراء الأراضي. كانوا بيتكلموا في 40,000 فدان كمرحلة أولى يتم زراعتها، وفجأة وقفوا المية في ترعة السلام والناس طردوها. بقي بعض الفلاحين اللي حطوا أبار وبيشتغلوا جوفي وبيزرعوا حاجة بسيطة جدا. يعني لا مية في ترعة السلام موجودة ولا قضبان سكة حديد لخط السكة الحديد اللي دفعنا فيه دم قلبنا عشان نوصله لحد الشيخ زويد عن طريق كوبري الفردان اللي اتكلف ساعتها 700 مليون دولار. كوبري الفردان اللي انا تشرفت بالعمل فيه بتصميمه. اذا مفيش تنميه. مفيش تنميه يعني في ارض خاليه، في ارض خاليه يعني في خطوره انها يسكنها ناس تانيين. فموضوع تنميه سيناء ان شاء الله يا رب من بلوظه للشيخ زويد في اتجاه العريش يجب ان يتم وبخطوات سريعه وبنقل من يرغب في الاستثمار في سيناء تتفتح له الابواب. مش النهارده ما تقدرش تروح الا ما تاخد تقريبا فيزا. ما تقدرش تروح سيناء النهارده الا بتصاريح. يعني بيمنعوا المصريين يروحوا سيناء وفي نفس الوقت يقولوا لنا في الجرايد احنا هنعمل تعمير و10 مليار. فين ال 10 مليار؟ المنطقة الصناعية في الشيخ زويد لا، المنطقة الصناعية في بير العبد معمولة من 22 سنة. حتى إضاءة الشوارع محطات الكهرباء المية المجاري كاملة ما فيهاش مصنع واحد هناك من يعمل ضد تعمير شمال سيناء. ده اللي أنا شايفه. ده لازم عاوز إجابة. النقطة الثانية المهمة جدا هو القانون اللي طلعه طنطاوي رئيس المجلس العسكري مدير شؤون البلاد. طلع القانون ده امتى؟ طلعه في يناير 2012 في عيد الثورة الأولى. بيقول ايه القانون ده؟ بإعطاء حق انتفاع للأجانب في سيناء نظير الإقامة. حاجة جديدة قوي نظير الإقامة دي. الناس بتدي حق انتفاع نظير الاستثمار. يعني هيبني مصنع، هيبني فندق، هيبني ميناء، هيبني مطار، هيبني مول تجاري، اديله حق انتفاع طالما انا ما بملكش. انما ادي حق انتفاع للاقامه. هو احنا دول بلد مهجر؟ بلد ما فيهاش ناس وعاوزه تزود عدد السكان؟ طبعا انا قلقت جدا وكتب بند وعلى رئاسه الوزراء اصدار قانون بذلك. ثم فوجئ في سبتمبر ان هشام قنديل وهو في عهد حكم الاخوان أصدر اللائحة التنفيذية بهذا القانون. ثم فوجئت إن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في ديسمبر برضه 2012 طلع نفس القانون بصفة وزير الدفاع بإعطاء حق انتفاع 50 سنة. يعني الأول كان طنطاوي عامله 30 سنة. طلع في عهد الإخوان ولكن القرار أصدره هشام قنديل كلائحة تنفيذية وأعاد إصداره السيسي كوزير الدفاع ب50 سنة حق انتفاع. ثم فوجئت بعد ذلك في 2015 إن السيد رئيس الجمهورية برضه عبد الفتاح السيسي
خلى 50 سنة تصل ل70 وتورث، يعني أصبحت متوالية. الأجنبي ياخد حق انتفاع 50 توصل 75 وتورث لفرد، يجي الفرد الثاني في ظل نفس القانون يطلب 50 سنة تزاد ل75، أصبح الأرض اللي واخد عليها حق انتفاع تظل معه مدى الحياة بكلمة تورث. إيه ده؟ تمنع دخول المصريين إلا تقريبا فيزا أو تصريح، تمنع الاستثمار في شمال سيناء، وبعدين تدي حق انتفاع للأجانب لمدة 50 سنة تزاد ل75 وتورث. ده عاوز تفسير، لازم تفسير. ده حد بيرتب لحاجة. في نفس الوقت سمعنا في آخر يونيو 2016 إن مجلس الشعب وافق على مشروع لإنشاء حاجة اسمها طريق النفق، اللي هو النفق تحت قناة السويس، يعني النقب. مين عند النفق هيروح لمين في النقب؟ النقب ده جزء من إسرائيل. أعمل طريق لإسرائيل في النقب في الصحراء ليه؟ إلا بقى لو كان مشروع تبادل الأراضي اللي بيقولوا عليه إشاعة، والرئيس الجمهورية أكد إنه لم يحدث. هيحدث، لأن الأرض اللي يوصل لها الطريق هي الأرض على نفس الخريطة اللي نرت من أجهزة في أمريكا بتقول إن مصر هتاخد الحتة دي نظير إنها تتنازل عن 1600 كيلو متر مربع امتداد لغزة، ابتداء من رفح الشيخ زويد حد مشارف العريش. طيب لزومه إيه؟ أبني هذا الطريق بقرض من السعودية ب2%. يعني استلف. لو انا عندي فائض مادي وعندي مخطط للمنطقه دي، لا انا عندي مخطط ليها الا لو كان تبادل الاراضي سليم، ولا عندي اموال او استلف بالفايز ب2% عشان ابني طريق انا مش محتاجه دلوقتي. برضه ده عاوزه اجابه. النقطه الثانيه ان سمعنا نتنياهو بيقول ان هو هيمد خطوط سكه حديد للدول المعتدلة المجاورة، وسمعنا انه هيمد الأردن. فأنا بقول طالما هيمد الأردن وطالما في احتمال لغزة الكبرى، فهو عاوز يشوف طريقة يوصل بيها الفلسطينيين في الضفة وفي الأردن إلى الفلسطينيين في غزة، ولكن ليس من خلال إسرائيل، من خلال الأرض اللي هتاخدها مصر في النقب. عشان زيلوا في هذا المشروع مشروع صغير اسمه كوريدور داخل إسرائيل، اللي يمشي فيه ما يقدرش يخش إسرائيل، يمشي فيه في اتجاه واحد عشان يوصل للأرض دي. يعني سكة حديد، طريق، عدم تعمير، حق انتفاع، الكلام ده كله عاوز تفسير ولا يبقى احنا مغميين عيوننا؟ النقطة الأخيرة هي محزناني جدا، هو إن 5 خطوط ملاحية بتشتغل على بورسعيد نقلت من بورسعيد، راحت لأشدود في إسرائيل وراحت لبري. لحد هنا يبقى احنا فقدنا شوية. لا، موضوع أكبر من كده، لأن في خط سكة حديد بينشأ دلوقتي من إيلات إلى أشدود. هذا الخط هو بديل مبسط لبعض البضائع وليس كلها لقناة السويس. هيعملوا يخشوا بقناة من خليج العقبة في إيلات 10 كيلو في الصحراء بتاعت النقب، وفي نهايتها هيعملوا مينا وخط سكة حديد لأشدود. فالبضاعة بدل ما تخش خليج السويس تخش خليج العقبة، تنزل في إيلات جوه في الصحراء فيبقى عنده مفتوح، وبعدين البضاعة يتم نقلها بخط سكة حديد بضاعة لأشدود. وبالطريقة دي ما اقدرش اقول لك كل البضاعة، ولكن جزء، زي ما جزء برضه من البضاعة بيتنقل النهارده من الصين، شمال الصين مباشرة لإنجلترا وأوروبا. ده برضه بديل لقناة السويس. وفي أسئلة للي بيذاكر واللي فاهم. أنا مهندس غصبا عني لما بقرأ حاجة بربطها
فالألم عندي النفسي أعلى بكتير من اللي هو ربما ياخد الخبر لوحده. المواضيع دي كلها مواضيع مقلقة، وزي ما طمنا السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية ان نحمي ارضنا واحنا موجودين وهنحارب الارهاب، وزي ما رئيس الجمهورية طلع وقال مفيش حاجة اسمها مشروع وطن بديل، انا بطالب برد على النقاط كلها اللي ذكرتها في هذا التسجيل، لما لها من أهمية كبرى لطمأنة الشعب المصري على مستقبله، ليس السياسي وليس الأمني فقط، ولكن أيضا الاقتصادي. النقطة الأخيرة قبل ما أخلص، رفح الأولى كانت يوم 5/8/2012، مات فيها 16 واحد في أول يوم أو تاني يوم رمضان، كانت مزعجة جدا. بعديها بسنة تقريبا رفح الثانية، في 28/6/2014 رفح 3، العريش 1 كانت في 20/11/2013، العريش 2 كانت في 29/1/2015. كل ده كان على ما بين رفح والعريش، ورفح ومناطق الشيخ زويد. لما اجي اشوف لما فوضنا وزير الدفاع في محاربة الإرهاب كان الكلام ده على الحدود، وتم تفريغ كيلو. اللي أنا شايفه النهاردة إن الإرهاب بيتقدم في اتجاه مصر، مش بيتقهقر من من رفح إلى الشيخ زويد إلى مشارف العريش، والآن داخل العريش. ده برضه عاوز تفسير. لماذا نرسل فقط مجندين؟ احنا لما شفت لستة الناس المتوفين كلهم مجندين، عندي اللسة هديها لك تحطها على الشاشة. المجند ليس مقاتل محترف، هو بيأدي فترة تجنيده، والمقاتل المحترف هو اللي يجب إرساله لمحاربة هؤلاء الإرهابيين. المجند أنا سمعت السواق بتاعي كان مجند وقال لي منصور، قال لي أنا ضربت 5 طلقات. مش معقول واحد ضرب 5 طلقات أحطه في خط النار. ويتعامل مع مين؟ مع ناس مدربة وفعلا يعني إرهابيين من الدرجة الأولى. أنا بحط واحد ليس بدرجة تدريب عالية عشان يقاتل، طب ما هيموت. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وتعليق، ولمتابعة كل جديد اشترك الآن.